هو الحقيقة أصبح يعني مركز إشعاع مهم جدا للثقافة في القاهرة. وبخص بالشكر طبعا الأستاذ هيثم مهيب مدير البيت على النشاط المتنوع والكثيف والحقيقة الممتاز. وأنا يعني هو دايما بيبعت لي البرنامج الشهري، بيعجبني جدا نوعيات الأنشطة اللي بيقوم بيها البيت، اللي هي مش مقتصرة بس على المجالات التقليدية للثقافة، ولكن يعني احنا بنشوف الحقيقة في مهارات بتتقدم وفي تدريب وفي. أنا فوجئت مثلا إن بيعملوا ورش للتعليم الخياطة، مش بالشكل اللي هو يعني التقليدي بتاع الخياطة، ولكن مثلا عندهم ورشة رفة الملابس. الحقيقة يعني ده نموذج للنوعيه الغير تقليديه للانشطه اللي هم بيعملوها. ف بشكرك مجددا استاذ هيثم، ودايما موفق. وطبعا بشكر حضراتكم على ان حضراتكم شرفتونا، وانا عارف ان الجو صعب شويه، لكن يعني وجود حضراتكم هيحسن اكيد الجو كله. وبشكر زمايلي اللي انا قاعد في وسطهم، طبعا مبدعنا الكبير دكتور طارق منصور على هذا الابداع الراقي الجميل، والانشطه الثقافيه بتاعته المتعدده. يعني هو مش بس استاذ مرموق في التاريخ، ولكنه ايضا صاحب انشطه متنوعه، سواء من خلال انشطته في الجامعه او نشاطه في العمل الاهلي، لدرجه انه يعني بيرقص نادي الادب في مصر الجديده. ويعني هذا نادي عريق. واكتشفت كمان ان يعني بنت الدكتور طارق، احنا كان المفروض تكون مشرفانا النهارده ومعانا، اكتشفت ان هي عازفه فيولين كمان. فيعني واضح ان البيت تاثيره الثقافي يعني ممتد للاجيال الجديده، ودي حاجه مبهره ورائعه. طبعا بيشرفنا قامات عاليه جدا على المنصه. انا اشرف ان انا اكون بينهم يعني الزملاء. انا هترك للاخت والصديقه العزيزه دكتوره ناهد عبد الحميد، هي اللي اصرت ان هي اللي تقدم الضيوف، بالرغم ان احنا الاثنين يعني كمان